السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معايا اوردر جديد. الكيك بتاعنا شوكليت لعشاق الشوكليت فقط، لان الكيك نفسه كمان شوكليت، والحشوات كلها والتزيين وكل حاجه باذن الله. انا كنت عملت قبل كده ديزاين شوكليت خالص. مش فاكره انا كنت نزلته معاكم ولا لا. كان باين ساعتها ما كنتش مصوراه التفاصيل بتاعته. فان شاء الله هنزل حتى الشكل بتاعه اللي حابب ياخد منه الفكره بتاعه التزيين. معايا هنا الكيك زي ما انتوا شايفينه كده، انا مسويه على حلتين عشان الارتفاع بتاعه ما شاء الله عالي جدا. هقول لكم برضو وانا شغاله في اخر الفيديو باذن الله التورته اللي معايا دي تكفي كام فرد. انا معايا كده الكيك زي ما انتم شايفينه كيك شوكليت، وانا هنا الكيك ده فانيليا. انا بستخدم اسبونج جاهز ماركة جولدن باك، وانا بحب استخدم الفانيليا، ولو عندي اوردر هيستخدم هخرج له كيك شوكليت فبحط عليه عندي كاكاو خام اسباني. يعني انا بجيب نوعية واحدة بس، ولو عايزة اخرج منه كيك شوكليت زي كده بحط عليه كاكاو خام اسباني. عندي كمان هنا الكريمة اللي بحشي بيها دي كريمة ريتش المتحدة. دي بتكون كريمة لباني وبتكون حلوة جدا في الطعم. يعني لو انتوا مثلا عايزين تطلعوا اوردرات، انا افضلكم ان انتوا تشتغلوا بحاجة كويسة تشد العملاء ليكم. لكن لو هتدوري على الارخص ففي ارخص من كده بكتير، يعني في اقل منها بالنص. فطبعا انت لو اشتغلتي في حاجة ارخص فانت هيبقى حاجتك شعبية واحتمال ما يجيلكيش طلب عليها تاني. فانا بقولك بالحاجة الاحسن، يعني عشان ربنا يحسن ما بين ايديكي ويبقى عندك باب رزق تاني ليكي. كده انا حطيت الكيك زي ما انتم شايفينه، بس ايه عندي بمية وسكر. انا المية دي عادية خالص يعني من الفلتر، مية عادية خالص، وبحط عليها معلقتين 3 سكر على حسب كمية المية اللي انا حطاها. وما بحطش كتير لاني انا ببقى ظابطه عندي قوام السكر اللي في الكريمه، وبظبط كمان عندي السكر اللي في الميه. فالحمد لله برضو ببقى ظابطه موضوع السكر ده، ما بخلوش مسكر اوفر، بحيث ان اللي ياكل منه يبقى حابب الطعم وياكل منه بدل قطعه كبيره، او ياكل منها تاني يعني. الحشوه زي ما انتم شايفينها دي نوتيلا. لو احنا في الصيف زي دلوقتي ما تحطلهاش اي اضافة تاني، ما تحطلهاش معلقة زيت. لكن لو احنا في الشتاء هتحط لها اضافة معلقة زيت عشان تبقى سايحة معاكي بالقوام ده. زي ما انتم شايفين الارتفاع بتاع الكيك عندي ما شاء الله عالي جدا. وكنت حاطة مع الحشوة النوتيلا فيوتن. انا بقى هنا كنت الحشوة عملتها، وبحب اسيب عندي الكيك في الفريزر. تقدري تسيبيه يومين 3 4. بالعكس الكيك والله العظيم بيطلع تحفة 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 يا بنات. يعني لو انت عندك اوردرات وانت عارفة الحشو بتاعها ايه، تقدري ان انت تحشيه وتعينيه عندك في الفريزر، تطلعي بعد كده على التزيين على طول. بصوا بقى، انا هنا في الوقت ده اصلا كان يومين دول كانوا بقى حر جدا، وانا كنت في الوقت ده تعبانه جدا وواخده خلاص الاوردر، والعميله كانت محولالي المبلغ كله. فما كانش ينفع ان انا اتصل بيها قبلها بيومين او 3 واقول لها لا انا مش هقدر اعمل لك الكيك، وهي طبعا اتعاملت معايا قبل كده. وما ينفعش ان انا اقول لها خلاص انا مش هينفع اعمل لك الكيك عشان انا تعبانه. هي ملهاش دعوه بحاجه زي كده. العميل خلاص، انتي حتى لو ما حولك جزء من المبلغ او المبلغ كله، خلاص انتي كده لازم تخرجي له الاوردر بتاعه. ما ينفعش اجي بعد كده اقول له لا معلش اتصرف شوف لك حد تاني. فزي ما انتم شايفين انا هنا كنت تعبانه جدا وكنت معلقه محاليل، وكنت في الفتره دي غايبه كمان عنكم. فكان الموضوع صعب بالنسبه لي، فكنت بتعامل هنا كان حد واقف جنبي اصلا. انا ما كنتش قادره اضغط على الكيس بتاع الكريمه اخرج الكريمه من الكيس. يعني كان حد واقف جنبي وكنت بتعامل بايديا الاتنين، وحد كان بيلف لي القعده برضو. فالحمد لله ان كان في حد اصلا كان بيساعدني. زي ما انتم شايفين انا برضو يعني والله العظيم على قد ما اقدر حبيت ان انا اشارك معاكم جزء، لكن ما قدرتش يعني اصور كل الفينش بتاع الكيك معاكم. هنا حطيت النوتيلا دي، عملناها قبل كده في الكيك بتاع اللوتس وقلت لكم على التكنيك بتاعها. نزلت بالشلال بتاعها كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل ومظبوط. والشوكولاتات دي كنت مجهزاها برضو. عايزه اقول لكم الجو كان حر وانا يعني تعبانه وسخنه وماسكه الحاجه بالكلافز، وبرضو ايديا كانت بتسيح الحاجه من ايدي. فالحمد لله قدرت ان انا اخرج لها الاوردر في ميعاده، والحمد لله كانت مبسوطه منه جدا. وبعد ما خرجت لها الاوردر وبعد ما استلمته عرفت ان انا كنت تعبانه. هي اتبسطت جدا لاني انا كنت تعبانه، ومع ذلك خرجت لها الاوردر احسن ما هي كانت متخيلاه خالص. هي اصلا كده كده كانت الكيك سايباه عليا، ما كانتش مدياني شكل خالص، قالت لي انا عايزاها شوكليت وعايزاها على ذوقك.
وكانت مدياني التفاصيل ان هي اسمها اسماء وعايزة الحشوة كذا وهتتم سنة كذا. فالحمد لله الاوردر طلع عجبها جدا. فانا حبيت بس اقول لكم المعلومة ديت، لو انت واخدة اوردر من العميل ما ينفعش تيجي تكنسليه على اخر لحظة. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.